مرحبا بكم جميعا. حب النفس وحب المصالح الشخصية وحب السيادة والريادة مدمر للقضية في داخل صفوف الدعم السريع. على قيادة الدعم السريع والمسؤولين السياسيين لازم تعرفوا تماما في تنافس هدام في داخلكم، تنافس على مستوى العسكريين وتنافس على المستوى الإعلام الميداني العسكري للدعم السريع. تنافسكم ده كله قائم على الهدم. الليلة لو في قيادي ناجح وإداري عن حق وحقيقة، ولو في مسؤول مدني إداري ناجح، للأسف الشديد بدل الناس تدعمه بتحاول تهدمه ليه؟ عشان هو يجي مكانه. ده التنافس والحسد ده هدام. الحاجة دي موجودة في الدعم السريع، لازم تعالجوها، وعلى القيادة العليا مراجعة الحاجة دي لأنها هدامة. حاليا نشط غياب تام للإعلام العسكري في صفوف الدعم السريع. ليه؟ لأنه تنافس هدام وتنافس قائم على الحسد. دي واحد. نمرة اثنين، فشل إداري. الآن في فشل إداري كبير جدا، وفي مسؤولين عسكريين ومدنيين في داخل الدعم السريع ده ناجحين جدا وشاطرين. ليه؟ لأنه تنافس هدام. أي واحد داري يجيه بيهدم أخوه، بدل يدعمه بيهدمه عشان هو يصعد فوق. لا بخلي أخوه ينجح في عمله ولا هو بيحصل مكان الزول ده بيكون المزول. ده الحاصل يا ناس. الحكاية دي ما بدورها كده، ما بدورها كده. والكلام ده بنقوله لكم في العام. ما عندنا يد نصلكم في أي محل تاني. نقول لكم في العام. الحاجة دي كلها هدامة. انتوا قاعدين تهدموا نفسكم للأسف الشديد، تهدموا نفسكم. كلامي ده حار وما حيرضيكم. انتوا دايرين بس التطبيل والكلام الحلو. لا أبدا، أنا محروق والله من جواي وصادق مع نفسي. الكلام بتاع تطبيل في الخطأ معناته زيادة الخطأ وفشل المشروع وانهيار القضية. الكلام في العام معناته تصليح للخطأ والربح حيكون للجميع. فالبتاع من فوق ده كله هدام، كله هدام. يا إما تدعموا القضية دي عديل من جواكم وتطلع من جيبك تدي الزول الناجح وتدعم الزول الناجح بعرقك، بعيد عن التعصب الغبلي وبعيد عن التعصب الجغرافي. وإلا والله تفشلوا، إلا تفشلوا. ولو فشلتوا والله تفشلوا. انتوا رجال شجعان. تفشلوا والله تمتلكوا القوة العسكرية. الحسد ده اللي خلى حركات مرتزقة النهب المسلح ديل يتوزعوا على خشم بيوت. ده الأساسي، ده الحسد وحب النفس وحب المصالح الشخصية. فأبعدوا من الحاجة دي، أبعدوا من الحاجة دي هدامة جدا للقضية. ما في زول يجي يقول لي ليه قلت الكلام ده في العام. بقوله في العام وبقول في أي مكان. أصلا أنا دي مهنتي، من عرفت نفسي 17 سنة في الإعلام بتاع